يعني هو ده الكاس عشان أنا الإكرام. خلينا عايز أقول كلمتين إن بحس إن الناس بتشوف يعني أو بتشوف الناجح وبتشوف يعني النجاح بس، يعني ما بتشوفش مثلا الحاجات التانية اللي ضحى بيها أو اللي عملها عشان ينجح أو يوصل للحاجة دي. بحس الناس عمرها ما تركز على إيه اللي فشل فيه، ويعني ضغط إزاي وإيه اللي حصل له، وبتركز بس عن اللي وصل له. طب يعني اللي نجح ده حصل له كذا حاجة ومر بحاجات كتير. يعني إن الناس ممكن يعني توصل إن هما يتريقوا على اللي نجح. طب ما تحاول زيه، يعني جرب. بحس إن الفاشل هيتريقوا عليه، والناجح يا بيتريقوا عليه يا بيحسدوه وبيحقدوا عليه. طب إحنا ليه يعني ما نحاولش طيب ننجح زيه؟ أو كل واحد ربنا خلقه في حاجة هو هينجح فيها وموهوب فيها. متقعدش تركز على نعم الناس وتنسى إن الحمد لله ربنا كرمك بحاجات. قصدي متقعدش تركز على الناس وركز على نفسك وبس. يعني حد بيتفرج دلوقتي وعايز حياتي أنا صدقني عايز أقولك خدها، يعني خد حياتي. وعمرك ما هتعرف تعيش الحياة اللي أنا عرفت أعيشها، لأن كل واحد ربنا يعني خلقه هو هيقدر يعيش الحياة اللي ربنا خلقه بيها. يعني لو عرضت عليك الأقدار اخترت قدر على نفسك. ما تحاولش ان انت تغير حياتك او ان انت تشوف حد احسن منك مجرد ان هو حقق حاجة. ما هو اثر جامد او عمل حاجات كتير عشان يوصل للحاجة دي. انت تقدر تعمل حاجات كتير قوي، بس انت لسه ما دورتش جوه نفسك. ودي ان شاء الله هعمل لها حلقة ان انت لسه عايز، يعني لازم تقعد مع نفسك وتشوف نفسك في، يعني عادي. يعني ايه المشكلة لما تقعد مع نفسك وتعرف انت عايز ايه؟ ليه كل حاجة انت مستني يعني الناس تقول لك اعمل كذا؟ لا، جرب انت نفسك حابب ايه. ما ينفعش تحكم على حياة حد وانت اصلا ما شفتهوش. فاهمين؟ ده كان فيديو عايز انزله يعني، فلايك واشتراك لو فيديو عجبك. والله الفيديو ده اصلا مش محضر له خالص.